ظهر السنة دي مع رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024. كزبرة قال على نفسه أنا جامد بتاع شغل واستحق اللي أنا أخد البطولة، يقصد دوره في فيلم الحريفة. وأكد كمان إن هو ما خدش ورش تمثيل وإنه مش محتاج لأنه أخد كل حاجة من الشارع وشايف إن دي حتته، واعترف إنه صوته وحش وإن الغنى بالنسبة له وسيلة كان يوصل بيها للناس وخلاص. شفناه امبارح مع رامز جلال. كزبرة معرفش صباح من شادية، قمة من الغناء في مصر وفي العالم العربي. كزبرة حلمي بكر تسبب في شهرته، والفنان نمبر 1 محمد رمضان سرق منه أغنيته. لا درس موسيقى ولا تمثيل، وخد البطولة من أول فيلم مع ابن الفنان الكبير خالد النبوي، وكسب صداقة نور ابن خالد النبوي وقال عليه ده اللي طلعت بيه من الدنيا ده قلبه أبيض. ازاي كزبرة تحول من مطرب مهرجانات إلى السينما؟ كزبرة اللي مش عارف صباح من شادية عامل قلبان على السوشيال ميديا. اسمه بالكامل أحمد خالد خميس، اختار لنفسه اسمه كزبرة عشان يليق على اسم صاحبه حنجرة ويعملوا دويتو مع بعض اسمه كزبرة وحنجرة. كزبرة من منطقة شعبية في العباسية ودرس تجارة خارجية من جامعة حلوان، ولكنه كان بيحافر ويعافر عشان يطلع ممثل، وبدأها على الفيسبوك بسكتشات غنائية، وبدأت شهرته 2019 من خلال فيديوهات كوميدية تجمعه مع واحد من المشاهير الموجودين على السوشيال ميديا اسمه أمح الدولي، ولقى تفاعل كبير من الجمهور بسبب خفة دمه. بدأ يغني من خلال مقاطعه، وبالصدفة لعبت معاه وبقى مطرب مهرجانات وبيشارك في الأفراح والكازينوهات والمهرجانات، وبقى ليه جمهور من الشباب وفيديوهاته حققت نجاح كبير وملايين من المشاهدات. وبدأ صيته يسمع لما عمل فيديو محدش سامعني ليه على سلالم مترو الأنفاق، وأخد تسريح من نقابة الموسيقيين وبدأ بيعمل بالحفلات والكليبات حتى أصبح حديث السوشيال ميديا، واتقال عليهم إن هم بيكسبوا كتير من الأغاني والمشاهدات. ولكن كزبرة دايما بينكر ده وبيقول إن إحنا محتاجين، بيقول عنده دوالي في رجله، وبيقول إن صاحبه حنجرة شغال على أوبر. وسنة 2020 كان في برنامج اسمه هندية والنجوم يقدم المواهب الشابة، النجوم الجداد يعني، وكزبرة راح وقدم نفسه للفنان الكبير الراحل حلمي بكر، فزخر منه وقال له عندنا منك في العطارة كتير كزبرة وكمون وفلفل، وطلع غنى وقال يا ليلي يا ليلي. ورد عليه الفنان الراحل حلمي بكر وقال له اتفضل بره، اتفضل بره يا أخ. لما طلب منه الموسيقار الراحل حلمي بكر انه يغني، فاجئ كزبرة بانه معهوش الأورج والأورج بتاعه مش شغال، فطلب منه حلمي بكر انه يغني من غير موسيقى. مع اول كلمتين اتعصب عليه حلمي بكر وقال له اتفضل بره يا اخ، انت فاكر نفسك فين؟ وبالرغم من انه طرده من البرنامج الا ان اللقطة دي طلعت ترند على السوشيال ميديا، واشتهر بعدها كزبرة اكتر من الاول. في الوقت نفسه اصدر نقيب الموسيقيين وقتها هاني شاكر منع مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش من الغناء، ومنع مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش من الغناء، وامتنعوا معاهم ومعاهم كزبرة كمان. وقال كزبرة وقتها انه بيدور على شغل في بنزينة، وبعدها قدر كزبرة انه يعمل محتوى خاص لنفسه، وفاجئ الكل في اغسطس 2023 انه حذف كليب 5 للفنان محمد رمضان من على اليوتيوب بعد تقديمه بلاغ واتهامه انه سرق منه اللحن والكلمات. يعني هو اتهم محمد رمضان ان سرق منه اللحن والكمان الكلمات. بعد كده ظهر مدير اعماله وقال ان مفيش سرقه ولا حاجه، كمان طلع قال ان نمبر 1 بعت له جردات خلصوا عليه، ده كمان اللي نفاه مدير اعماله. وطلع مدير اعماله وقال ان هو كان بيهزر مع المشاهدين، وقدر مدير اعماله انه يتواصل مع شركه انتاج فيلم عالزيرو عشان يحلوا الازمه. وفي الشهر ده نفسه وطلع تصريح من النقابة بسبب كليب عليا بالطلاق كله بيكذب، اللي كان بيتضمن الكليب بتاع كزبرة صورة للعالم الكبير أحمد زويل، وده تسبب في غضب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وأصدر قرار بوقف التعامل مع كزبرة وأحالته للتحقيق بتهمة إهانة رموز مصر. ولكن الوقف ده كان في مصلحة كزبرة لأنه اتجه لسكة تانية وهي سكة التمثيل، ورشحه المنتج طارق الجنايني لدور صغير في فيلم الحريفة مع نور خالد النبوي وأحمد حسام كابتن أحمد حسام ميدو وخالد الذهبي ابن أصالة. لكن بعد ما عمل اختبار الأداء اختاره المنتج لعمل دور في إطار البطولة الجماعية بسبب خفة دمه اللي أطفاها على المجموعة الموجودة في الفيلم، وقالوا عنه كمان إنه هو مفاجأة الفيلم، وإن كمان نور خالد النبوي كسب صداقته.
وقال ده اللي طلعت بيه من الدنيا لأنه قلبه أبيض. ده غير خالد الذهبي ابن أصالة اللي بقى يعمل معاه فيديوهات عملت ضجة على السوشيال ميديا، وظهروا في أكتر من فيديو مع بعض هما بيحاولوا يتصلوا بالفنانة الكبيرة أصالة بطريقة كوميدية. وأكد خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة إن الفنانة أصالة لما بتشوف الفيديوهات دي بتموتها من الضحك. كزبرة بالنسبة للغناء هو قال على نفسه صوته وحش، وبالتمثيل بيقولوا عليه دمه خفيف. يا ترى هيبقى مشروع كوميديان جديد؟ ويا ترى هيطلع في التمثيل زي الغناء كده؟ مفرقش بين صباح وشادية؟ وهي أرزاق مقسمها الخلاق.